أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. كأس العالم للأندية موعد مع التاريخ. الكل بيتكلم أهلي. إلى كل الأهلوية مجرد مباراة ودية. ريفيرو والنحاس أفضل جهاز. مع التفاصيل إن شاء الله كلنا على موعد يوم الأحد القادم مع افتتاح كأس العالم للأندية، والمباراة الأولى بين الأهلي وإنتر ميامي اللي الكل بينتظرها إن شاء الله، وبتوقع الأهلي هيعمل فيها نتيجة ترضي جماهير الأهلي وهيكسب إن شاء الله. لكن النهاردة عندنا مباراة ودية مع باتشوكا المكسيكي، والمباراة هتبقى الساعة 12 وهتتذاع على اون تايم سبورت. وأحسنت قناة اون تايم سبورت إنها نقلت لنا المباراة وجايبه لنا المعلق الكبير الجميل رؤوف خليف، ومع أمسية كروية ممتعة. أقول إن دي مباراة ودية وأول مباراة للمدرب مع اللعيبة ومع الصفقات الجديدة، فما نستعجلش ونحكم على الفريق أو على المدرب. طبعا المدربين المحترفين بيجعلوا المباريات ديت للتجريب وتحقيق الانسجام بين اللعيبة، لكن النتيجة النهائية ما بتكونش في حسبانهم مكسب أو تعادل أو هزيمة. مش مشكلة، المهم الاستفادة من التجربة، لأن هي دي التجربة الوحيدة قبل المباراة الأولى في افتتاح مشوار الأهلي في البطولة. ومع أنها تجربة ودية لكن لعيبة الأهلي رجالة زي ما هم معوديننا، وهيلعبوها كأنها مباراة رسمية. وكلنا بنتذكر مباراة الأهلي وباتشوكا في الانتر كونتيننتال، واللي كان الأهلي قريب من يفوز بيها وكان ممكن يحسمها في المباراة بهدف واتنين. المهم النهاردة مباراة ودية تكون تجربة مفيدة للأهلي إن شاء الله، وما نستعجلش في الحكم على اللعيبة ولا على الجهاز. وعلى ذكر الجهاز، عندنا ريفيرو والنحاس أفضل جهاز. طبعا ريفيرو كلنا عارفين كان ماسك أورلاندو الجنوب أفريقي ومسكه 3 سنين، حقق معاه 5 بطولات. الناس كانت بتنتقد أورلاندو في تعاقدها مع ريفيرو، وكلها بعد 3 سنين أشادوا بخبرة وعبقرية هذا المدرب. فهو مدرب كبير، طريقته هجومية، كلنا فاكرين انه كسب الاهلي هنا 2-1 واتهزم من بيراميدز في الوقت الضايع 3-2، وكان قاب قوسين او ادنى من الوصول للمباراة النهائية. فيرو مدرب كبير، ان شاء الله هيحقق طموحات الاهلي وهيقدر يصنع معاهم الفارق. ومعاه طبعا القدير عماد النحاس. أنا شايف إن المشكلة اللي هتقابله بس هي الدفاع من بعد رحيل محمد عبد المنعم واحترافه، تأثر بهذا الرحيل، ودلوقتي كمان بعد رحيل رامي ربيعة. أنا بطالب المدرب بالتركيز على الدفاع والتأمين الدفاعي كويس، ويحاول يحقق الانسجام بين المدافعين، لأن ده مهم جدا. الخط الوحيد اللي لازم يكون فيه انسجام بين المدافعين وبين حارس المرمى هو خط الدفاع، وطبعا هو خط الدفاع الأول. وعندنا حارس عرين الأهلي محمد الشناوي بخبرته، ومصطفى شوبير طبعا الحارس القدير. دفاع الأهلي في الغالب النهاردة هيلعب بمحمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش ويحيى عطية الله، بنتمنى لهم التوفيق. طبعا ياسر إبراهيم مش هيلعب عشان عنده نزلة برد، وانضمام بيكم كمان إن شاء الله هيفيد الأهلي. محتاجين بس الصبر واللعب مع بعض والانسجام، ولكن الوقت دي فربنا يوفقهم إن شاء الله، ونستمتع بمباراة وأمسية كروية جميلة. وأشوفكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم.